العيد، هل العيد فرحة؟ هو ليه العيد ما بقاش زي زمان؟ لحظة واحدة بس، هو يعني ايه عيد اصلا؟ كلمة عيد هي كلمة مشتقة من كلمة عادة، اللي هي معناها رجعة يعني، لأن كل عيد بيعود أو بيرجع بالفرحة على المسلمين كل سنة، عشان يجتمعوا على عبادة ربنا سبحانه وتعالى وشكر نعمته. احنا كمسلمين عندنا عيدين أساسيين، الأولاني هو عيد الفطر، وده بيكون في اول شوال بعد نهايه شهر رمضان. وعيد الفطر بيكون شكر ربنا سبحانه وتعالى على اتمام صيام شهر رمضان، وبيكون بقى فرحه ان انت انتصرت على شهواتك ورغباتك وعلى نفسك لمده 30 يوم. وكمان في العيد بيفكرك بالفقراء والمحتاجين، عشان كده بتطلع زكاه الفطر. تاني عيد هو عيد الاضحى، وده بيكون يوم 10 ذي الحجه بعد الوقوف على جبل عرفات، اللي بيكون يوم 9 ذي الحجه. وعيد الاضحى يعتبر تخليد لتضحيه سيدنا ابراهيم عليه السلام مع سيدنا اسماعيل، واللي فيها ربنا فدى سيدنا اسماعيل بذبح عظيم. عشان كده في الاضحيه، واللي تعتبر حاجه مش قليله خالص. دلوقتي انت عرفت يعني ايه عيد وشويه معاني الاعياد اللي عندنا. طب ليه برضو انا مش حاسس بالعيد؟ ليه العيد كده ما بقاش زي زمان؟ بصوا، من وجهه نظري المتواضعه ان ده شيء طبيعي، ممكن يكون بيحصل ده لكذا سبب. اولهم مثلا ان انت كبرت في السن، ده طبعا بيخلي حده المشاعر عندك قليله بشكل عام، وخصوصا مشاعر الفرح والسعاده. وطبعا انت كبرت، فاكيد مش هتنام وجنبك الطقميه الجامده بتاعه العيد. خلاص الحاجات دي بقت بالنسبه لك بتاعه عيال صغيره. ولكن الكلام ده بالنسبه لك. الاطفال لحد دلوقتي هتلاقيهم برضو لسه بيفرحوا بطقميه العيد الجديده، ده لانهم لسه برضو ما كبروش، وفي الغالب لما يكبروا هيسالوا نفس السؤال اللي انت سالته. واحده من الاسباب التانيه برضو هي الاشخاص اللي ما بقوش جنبك، الناس اللي كانوا معاك العيد اللي فات والعيد اللي قبله واللي قبله وحاليا ما بقوش موجودين، اللي قطعت علاقتك بيه، واللي سافر، واللي ساب الدنيا كلها وبقاش موجود خالص. ده كله برضو بيدي نوع من الحزن، بالذات لو انت ليك ذكريات معاهم. غير كده برضو في سبب كمان، وهو ان المجتمع بيتغير. يعني الحاجات اللي كنت بتعملها زمان عشان تفرح في العيد في الغالب ما بقتش موجوده دلوقتي. الغالب كلها كانت عباره عن نشاطات او تجمعات مع الاهل والصحاب. يعني انا فاكر مثلا من الحاجات اللي كنت بستنى العيد عشانها هي البلاي ستيشن اللي كان عند ابن خالتي. كنا بنقعد يوم العيد ده عند ابن خالتي على بلاي ستيشن 2، ونشغل الاسطوانه بتاعت بيس 6 ونقعد نلعب، او نشغل الاسطوانه بتاعت المصارعه برضو ونقعد نلعب. بالنسبه لي مثلا دي كانت من الحاجات الجامده جدا في العيد. فطبعا الحاجات دي مش موجوده دلوقتي، فالواحد بيحس ان هو مفتقدها، وبالتالي بيحس ان العيد مش احسن حاجه. واحده من الاسباب برضو هي السوشيال ميديا. كل حاجه بقت سوشيال ميديا، بقيت بتنزل وتخرج وتتصور عشان تنزلها ستوري او تنزل صوره او بوست. وحتى يا سيدي لو ما خرجتش، مجرد ما بتفتح السوشيال ميديا بتلاقي فلان خرج مش عارف راح فين ومنزل الصور، تبدا تقول انا ما خرجتش وحياتي ممله، فتزعل وتخش بقى في الدوامه دي. في سبب اخير برضو اعتقد ان هو بيأثر، وهو المشاكل اليوميه او ضغوط الحياه عموما، سواء بقى ضغط شغل او حال البلد او ايا يكن. وطبعا انت ما بتعرفش تفصل حتى الايام بتاعه العيد، فبتقضي الايام بتاعه العيد متضايق ومستني بقى الشغل يرجع عشان تخش في الدوامه بتاعه المشاكل دي تاني. طيب حلو قوي، دلوقتي احنا عرفنا الاسباب اللي ممكن تكون بتخلي الواحد يقول السؤال بتاع العيد مش حلو زي الاول. طب ممكن نعمل ايه عشان نقضي عيد كويس؟ بص، رقم واحد انك تفصل عن كل المشاكل اللي بتحصل لك. معلش لازم ولا بد وضروري ان انت تحاول تفصل وتهوي دماغك من كل المشاكل دي. تاني حاجه وهي انك تسيب الموبايل. عارف ان الواحد بيتكلم كتير عن حوار الموبايل ده، بس صدقني لازم تحاول تفصل عن العالم الافتراضي ده شويه. زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت، مفيش حاجه هتفوتك، ولو ما شفتش الحلقه اللي فاتت يبقى روح اتفرج عليها بعد الحلقه دي. تالت حاجه ممكن تروح تزور قرايبك او تقعد مع عيلتك. ممكن تقعدوا كده تتكلموا وتهزروا مع بعض، او ترخم على حد من اخواتك مثلا، او تمسك اخوك الصغير تعمل عليه فينش الاندرتيكر، وهكذا بقى. انت اكيد فاهمني. رابع حاجه ممكن تعملها وهي انك تخرج تتمشى او تخرج خروجه حلوه. وعارف انه للاسف بيظهر كائنات غريبه قوي في العيد في الشوارع، بس معلش حاول تعمل نفسك مش واخد بالك، وادعي ربنا يهديهم، وافتكر انك خارج تستمتع، فما تخليش المظاهر دي تعكنن عليك الخروج. في برضو كام حاجه ممكن تعملها، زي انك ممكن تقعد مع اصحابك قعده حلوه مثلا، او تاكل اكله حلوه مثلا بتبسطك، او ممكن تنام نومه حلوه. لو انت تعبان مثلا في الشغل ممكن تنام نومه كويسه، بس حاول ان انت ما تضيعش العيد كله في النوم. واتمنى ان الاقتراحات دي تساعد حد فعلا. وافتكر دايما ان انت تحاول ما تخليش حاجه تضايقك في الايام دي او تمنعك ان انت تتبسط. اضحك كده وفرح نفسك بنفسك، واستغل الكام يوم دول ان انت تخرج فعلا مبسوط. وما تنساش تحمد ربنا وتشكره على كل نعمه. وفي النهايه عايزك تكتب لي في الكومنتات بتعمل ايه في العيد عشان تبقى مبسوط. منتظر الكومنتات بتاعتكم، وبس كده، سلام.